السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو دوت انا حابة اعرفكم فيه عن نفسي. انا دايما لما بخش صفحة حد هاخد منه معلومة، فانا بحب اعرف مين الشخص اللي قدامي دوت، وهل فعلا هاخد معلومة من حد موثوق فيه ولا اي حد بيتكلم في اي حاجة وخلاص. فانا حبيت اعرفكم وهثبت البوست دوت علشان لو حد حب ان هو يعرف هو داخل الصفحة هياخد منها ايه وهيتعلم منها ايه وهل هتفيده ولا لا، فيبقى من البداية خالص كده. انا كاتبه ان انا دكتوره شيماء حسن، ان انا اخصائيه صحه نفسيه وارشاد اسري. طيب انا دكتوره ليه لقب دكتوره؟ لقب دكتوره لاني انا اصلا صيدلانيه، خريجه دفعه صيدله طنطا دفعه 2008، والحمد لله بتقدير عام بفضل الله جيد جدا. يعني الحمد لله بفضل الله على مدار مشواري التعليمي كله، فالحمد لله كنت زي ما بيقولوا من الناس الشاطرين. فلما بكلمكم عن التعليم وكده فيعني برضو من خبره، وبعد كده هقول لكم من دراسه ودرست ايه. بعد كده ربنا رزقني باولاد ذوي احتياجات خاصه. تمام. فلفيت طبعا على مراكز التأهيل وكده، واخدت كورسات وحاولت ان انا اتعلم عشان اعرف اتعامل معاهم. بعد فتره حسيت ان لا، انا عايزه اتعلم الجانب النظري، عايزه افهم حالتهم، افهم اعاقه، يمكن يعني اشوف حاجه جديده اقدر اساعدهم بيها، وابقى عارفه انا بعمل كده ليه. عشان كده دايما انا شعاري معاكم لازم نفهم، لان والله اللي بيفهم بيعرف فعلا ينفذ، وبيبقى سهل عليه هو يعمل اي حاجه حد يطلبها منه في الحاجه اللي هو فاهمها. ف رحت كليه التربيه عشان ادرس الاحتياجات الخاصه، بس عرفت هناك ان انا علشان ادرس احتياجات خاصه وانا اصلا مش خريجه تربيه، فانا لازم اعمل دبلوم تربوي. ففي 2018 قدمت على دبلوم تربوي، والحمد لله اخدت دبلوم عام تربوي جامعه طنطا بتقدير برضو جيد جدا بفضل الله. وبعد كده درست خدت دبلوم مهني تربيه خاصه، والحمد لله برضو درست بقى الحاجه اللي انا كنت اصلا رايحه علشانها، والحمد لله برضو اخدته بتقدير الحمد لله جيد جدا بفضل الله يعني. بعد كده اكتشفت ان احنا بما اني صيدلانيه وعارفه ان في امراض عضويه، والامراض العضويه دي بتحتاج ادويه، ففي برضو امراض نفسيه، والامراض النفسيه دي محتاجه برضو علاج، وعلاجها مش بيكون بالادويه بس، بيكون كمان اوقات عن طريق جلسات ومجرد الكلام والدعم النفسي. فحبيت ان انا برضو ادرس شويه عشان اعرف اكتر، فعملت كمان دبلوم خاص صحه نفسيه، وده طبعا كان في ايام كورونا وكان الوضع صعب جدا. بس اخدته والحمد لله، هو كان جيد بس الحمد لله يعني عدى. بعد بقى زمن الكورونا ده كان زمن صعب، وكان الواحد المفروض ان هو بقى يعني كله قاعد في البيت ومش عارف يعمل ايه، فقررت ساعتها ان انا ادرس شويه في الدين. يعني حاسه ان انا كبرت وسني كبر ولسه ما اعرفش غير قشور في الدين، فحبيت ان انا اتعلم شويه عن الدين. فبما اننا في البيت وما انتش عارفه تخرجي او كده، فقررت ان انا اقدم في اكاديميه زاد، وبفضل الله خلصت الاربع مستويات وبتقدير امتياز. فحتى يعني المعلومات الدينيه البسيطه اللي هتبقى موجوده في الفيديوهات، فالحمد لله هي عن دراسه، والحمد لله يعني مش كلام عشوائي برضه. بعد كده اضطريت اني اسافر بحكم ظروف شغل جوزي، فاضطريت ان انا اسافر معاه، فبعدت عن المحافظه بتاعتي وبعدت عن كل حاجه عارفاها، ما كنتش اقدر اكمل اكتر من كده في الجانب التعليم. بس سبحان الله ربنا اراد، وكان في دوره لمقدمي المشوره الاسريه تبع وزارتي، تبع وزاره الصحه. حبيت قوي الفكره واخدتها، والحمد لله بقيت مقدمه مشوره اسريه تبع وزاره الصحه. يبقى انا كده الحمد لله اقدر افيدكم في كل الجوانب اللي انتم محتاجينها في الحياه، باذن الله اقدر افيدكم. حبيت اعرفكم بنفسي علشان اللي داخل الصفحه يبقى عارف مين هي دكتوره شيماء، هستفاد منها ايه. هستفاد اهالي ذوي الاحتياجات الخاصه، انا هدعمكم على الجانب النفسي، وان شاء الله باذن الله هعرفكم ازاي تتعاملوا مع اولادكم بخبره ودراسه في كل مجالات التعليم. فالحمد لله معايا دبلوم تربوي، واقدر افيدكم في الجانب التربوي للاطفال النورمال كلهم ان شاء الله باذن الله. في جانب الصحه النفسيه، اي مشاكل نفسيه ان شاء الله باذن الله هنتكلم عنها، بس على المستوى يعني اللي هو البدائي خالص يعني، ولو الموضوع بيتطور مع الانسان شويه فنقدر نوجهه تروح لدكتور مين وتعمل معاه ايه، فعلى الاقل هفهمكم وانتوا بعديها واوجهكم.
فهيبقى دوري توعية وتوجيه إن شاء الله بإذن الله. بعد كده بقى هنتكلم عن كل مشاكل الأسرة، من أول إزاي تختاري شريك حياتك وتختاري شريكة حياتك، وبعد كده إيه اللي ممكن نعمله قبل الجواز، وبعد كده بعد الجواز إيه المشاكل اللي بتقابلنا في الجواز وإزاي إن شاء الله بإذن الله نحلها، عشان معدلات الطلاق اللي بقت عالية قوي في الفترة دي. بعد كده فترة الحمل إزاي هتعملي إيه في فترة الحمل، وإزاي تستعدي لولادة طبيعي، عشان أضرار الولادة القيصري هنتكلم في كل ده. بعد كده الولادة، وبعد الولادة الساعة الذهبية في عمر الطفل، أول ساعة عند الطفل، وإزاي إن شاء الله بإذن الله ترضعي طبيعي، وإزاي بعد كده إن شاء الله بإذن الله تربي تربية إيجابية. كل المواضيع دي إن شاء الله بإذن الله هنتكلم فيها. يبقى عرفنا اللي هيدخل الصفحة هيبقى عارف هو المعلومات اللي في الصفحة دي هتفيده ولا لأ من البداية خالص. طبعا يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ان نكون ضيفه خفيفه عليكم، وان شاء الله باذن الله اتمنى ان انتم تستفادوا مني. ويا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يكون في ميزان حسناتي ان شاء الله باذن الله. قبل ما ننهي كالعاده وزي ما اتفقنا لازم نصلي على النبي واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.